نهاية دولة المماليك. كانت موقعة مرج ضابط بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والمماليك بقيادة قنصوة الغوري. فكانت موقعة مرج ضابط تحولا حاسما في تاريخ الشرق الإسلامي، حدد على أثرها مصير هذه المنطقة لعدة قرون مقبلة. في هذه المعركة قتل قنصوة الغوري، وعاد الجيش المملوكي إلى مصر في أسوأ حال. اجتمع المماليك على تولي طومان باي نائب السلطنة سنة 922 هجريا، فقبلها كرها بعد تمنع وتردد، وبعد أن أقسم له المماليك على كتاب الله ألا يخونوه ولا يغدروا به وأن يلتزموا بطاعته. أخذ الجيوش العثمانيين تتقدم مستولية على دمشق وغزة، والمماليك متقاعسون، فيهم الخونة المائلون للعثمانيين مثل جان برد الغزالي. كتب السلطان سليم إلى طومان باي يطلب منه الاستيلاء مقابل أن يجعله نائبا على مصر، يهدد إذ لم يفعل سيدخل مصر ويقتل جميع من فيها من المماليك حتى الجنين في بطن أمه. حاول طومان باي تحديث الجيش المملوكي واستخدام الأسلحة النارية التي تقوى بها العثمانيين، اشترى قدرا من البنادق والمدافع وأقام خطا دفاعيا عند الصالحية، لكن العثمانيين تجنبوا الاقتراب منها ودخلوا من صحراء سيناء إلى الدلتا. فوجئ بهم طومان باي يقتربون من صحراء العباسية قرب القاهرة. بالرغم من ذلك صمم طومان باي على المقاومة، جمع من يقدر عليه من الجند وخرج إلى الريبينية في صحراء العباسية حتى وصلت قوات العثمانيين، استبسل في مواجهتهم وقتل قائدهم سنان باشا الصدر الأعظم، وصمد حتى تفرق المماليك من حوله فاضطر إلى الفرار. دخل الجنود العثمانيين القاهرة في اليوم التالي وكان يوم جمعة، فخطب باسم السلطان سليم على المنابر، وأمر السلطان العثماني رجاله بتتبع المماليك وقتل كل من يقع في أيديهم منه. في السادس من ربيع الأول سنة 923 هجريا أمر بضرب عنق 54 أميرا مملوكيا. ظل طومان باي يقاتل ببسالة في قلة من المماليك، لكنه هزم عدة مرات بعد أن ألحق خسائر فادحة للجنود العثمانيين، ما جعل السلطان سليم يصب غضبه على حليفه خاير بيك ويهدده بالقتل إذا استمرت المقاومة. وأخيرا أحس طومان باي بالعجز واليأس، ولجأ إلى شيخ العربان في مدينة سخا حسن ابن مرعي، لكن هذا الشيخ نسي فضائل طومان باي عليه عندما عفى عليه وأخرجه من سجن السلطان الغوري وسلمه إلى السلطان سليم الذي فرح فرحا شديدا وقال: الآن ملكنا مصر. سيق طومان باي إلى السلطان سليم مكبلا في أغلاله، لكنه ظل رافع الرأس. قال للسلطان: إن الأنفس التي تربت في العز لا تقبل الذل، والأسد لا يخضع للذئب، ولستم بأفرس منا ولا أشجع، وليس في جندك من يقايسنا. تملك الإعجاب بطومان باي نفس السلطان وكاد أن يعفو عنه، وقال: والله لا يقتل مثل هذا الرجل. ولكن الخونة من المماليك خوفوه منه وحرضوه على قتله، وحمل إلى باب زويلة وسط بكاء الناس وحزنهم. طلب منهم أن يترحموا عليه ويقرأوا عليه الفاتحة، وقرأوها بصوت مسموع، وقال للجلاد: اعمل شغلك. وظل بعدما شنق 3 أيام على باب زويلة، وبقيت سيرته مثلا نادرا من أمثلة البطولة. كان مقتله في 12 من ربيع الأول سنة 923 هجريا، كانت مدة سلطنته 3 أشهر و14 يوما، وختم بذلك تاريخ دولة المماليك.